بسم الله نكمل سلسلة حلقات خشونة الركبة. أهم سؤال بنشوفه كل يوم ونقابله كل يوم في العيادة بتاعتنا وفي أي مكان نشتغل فيه، الخشونة ووصلنا للحقن التعويضي وقد إيه هو آمن 100%. طب في حقن تاني يا دكتور أحمد؟ في حقن حاجة اسمها BRB أو البليت ريتش بلازما أو البلازما اللي هي غنية بالصفائح الدموية، وهي لها عامل مهم جدا في بناء الغضاريف. انتوا عارفين دلوقتي بتستخدم في الشعر، الناس اللي بيزرعوا شعر معظمهم بيحقن بلازما برضو، وكمان في الوش في نضاره الوش والحاجات دي. فهو امن، يعني اذا كان بتاخد في الوش والشعر فما بالكم بقى في الركب، هو امن 100%. اللي زي ما قلت لكم البروتوكول بيفرق بين شخص وشخص واختيار عيان لعيان. انا في عيان بيبقى عنده خشونه درجه تانية وبنرفض الحقن فيه او بنرفض لانه عنده حاجه اسمها املاح كالسيوم مترسبه جوه المفصل، ونتيجه الحقن فيه بتبقى سيئه جدا مثلا. يبقى اذا كل واحد على حده بنختار العيان. اكتشاف مبكر مهم جدا، اختيار العيان مهم جدا، اختيار بروتوكول العيان لكل عين على حده وكل ركبه على حده وكل مفصل على حده مهم جدا جدا جدا. غير كده ما تقوليش بعالج خشونه ان انا باخد علاج من الصيدليه او بروح اكشف او اروح اخد علاج بنت اختي او اختي او حد قريبي او حد معرفه، ده كلام فاضي. لازم الاكتشاف مبكر، اختيار الطبيب هو اللي يحدد البروتوكول بتاع كل عيان، البروتوكول بتاع كل ركبه، عشان ده مستقبلنا يا جماعه. نمشي هو حاجه شايلانا ركب، يعني اهم مفصل موجود عندنا هو اللي شايلنا، هو اللي بيحركنا عشان نقدر نكمل حياتنا بخير وبصحه، وربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب. كل عام وانتم بخير.